استكشاف أحياء غزة العثمانية الأخيرة، أحياء تاريخية تحمل روح المقاومة. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا. اليوم سننطلق في رحلة تاريخية مذهلة إلى قلب فلسطين التاريخي، حيث سنتناول موضوعا شيقا ومليئا بالأحداث البارزة. عنوان فيديونا اليوم هو أحياء غزة. آخر معقل دافع عنه الجيش العثماني. غزة، هذه المدينة القديمة التي تحمل تاريخا عريقا ومكانة استثنائية في قلوب الكثيرون. سنستكشف سويا كيف كانت هذه المدينة محورا حضاريا واقتصاديا وعسكريا في فترات متعددة من التاريخ. سنتتبع أثر الجيش العثماني الذي كان يعتبر واحدا من أقوى جيوش العالم في ذلك الزمان، وكيف دافع عن هذا المعقل بشدة. سنلقي نظرة على الأحداث والشخصيات التي شهدتها تلك الفترة وأثرت على مصير المدينة وسكانها. هذا الفيديو سيأخذكم في رحلة معرفية عبر العصور لنلقي نظرة عميقة على ماضي غزة ودور الجيش العثماني في حفاظها على استقلالها وسيادتها. دعونا ننطلق معا في هذه الرحلة التاريخية المشوقة، ونستكشف أحياء غزة، آخر معقل دافع عنه الجيش العثماني. تتجدد الأهمية المستمرة للقضية الفلسطينية بالنسبة لتركيا، سواء من حيث الحكومة أو الشعب. فخلال الاجتماعات الحكومية يتم التأكيد على أهمية هذه القضية عندما صرحت: نحن لم ننسى القدس وغزة وفلسطين والمسجد الأقصى، ولم ننسها حتى في أحلامنا. حي إشجاعي، حي الأبطال والشجعان، هو آخر حي شهد الصمود خلال الحرب العالمية الأولى، وكان آخر حي شهدت فيه الجيش العثماني جهدا من قبل العرب والأتراك ضد الاحتلال البريطاني. الموقف التركي من القضية الفلسطينية يحظى بتأييد كبير من الشعب والسلطات التركية، ويمكن رؤيته واضحا في كل ركن من أركان غزة، حيث يمكن مشاهدة الأعلام التركية والشعارات على واجهات المحل التجارية، ويتم إطلاق أسماء مرتبطة بتركيا أو اسطنبول على العديد من المطاعم. بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض صورة الرئيس التركي كنوع من التقدير والامتنان لمواقفه الداعمة لرفع الحصار عن غزة وتخفيف تأثيره. مؤخرا، قامت الحكومة التركية بجهود مستمرة لإعادة ترميم وتأهيل العديد من المباني التاريخية والآثار العثمانية في غزة. تشمل هذه الجهود تأهيل سبيل الرفاعية الأثري في المدينة القديمة بغزة، والذي يعرفه الفلسطينيون باسم سبيل السلطان عبد الحميد الثاني، تكريما للجهود التي بذلها هذا السلطان في إعادة ترميمه في عام 1900. خلال الحرب العالمية الأولى في الفترة من 1914 إلى 1918، شارك الجيش العثماني بفعالية في الدفاع عن مدينة غزة. تعد أحياء مدينة غزة شاهدا حيا على الحضارة العثمانية وإرثها التاريخي. ساحات المدينة شهدت معارك ومقاومة شديدة من قبل الجيش العثماني والمقاتلين الفلسطينيين والعرب، الذين تحالفوا معا لمواجهة الحلفاء خلال هذه الحرب العالمية الكبرى. تل المنطار. يقع هذا التل شرقي مدينة غزة، ويرتفع إلى ارتفاع يبلغ حوالي 85 مترا فوق مستوى سطح البحر. وقد اكتسب هذا الموقع أهميته الاستراتيجية العسكرية كونه مفتاحا لمدينة غزة. وفي الحرب العالمية الأولى، تم احتلاله من قبل جنود الحلفاء، وشهدت تلك المنطقة معارك ضارية تم خلالها قتل العديد من جنود الحلفاء على يد القوات العثمانية. تم دفن هؤلاء الجنود في مقبرة الحرب العالمية الأولى في مدينة غزة. حي الدرج.
حي الدرج يتميز بموقعه في قلب المدينة القديمة، ويأخذ اسمه من العديد من الدرجات التي تم بنائها للوصول إلى الساقية الرفاعية الموجودة في الجزء الشرقي من الحي. تمت مسماه لاحقا بناء على مظهر الحي، حيث يبدو وكأن المرء يصعد درجا عند الوصول إليه أو يبدو من بعيد كما لو كان هناك سلم. ويعود تسميته بحي الدرج إلى العصر العثماني. وفي العصور السابقة كان يعرف الحي باسم حي بني عامر، نسبة إلى قبيلة بني عامر العربية التي استوطنت المنطقة مع بداية الفتح الإسلامي. في العصر المملوكي وحتى بداية العصر العثماني كان يعرف باسم حي البرجولية نسبة إلى أولئك الذين كانوا يحمون الأبراج الموجودة بالقرب من سور المدينة الشرقي، وكانوا يسكنون بالقرب منها في هذا الحي. واحدة من أهم المباني الأثرية في هذا الحي هي قصر آل رضوان، المعروف أحيانا بقلعة نابليون، والذي يمتاز بالتصميم المعماري الفريد وأسلوب البناء الخاص به. تم بناء هذا القصر خلال الفترة العثمانية عندما كانت آل رضوان تحكم مدينة غزة في بداية الحكم العثماني وحتى القرن السابع عشر تقريبا. حي الزيتون. يقع هذا الحي أيضا في وسط المدينة القديمة، حيث يشمل ما يقرب من نصف المنطقة الجنوبية للمدينة جنوب شارع عمر المختار. يضم هذا الحي العديد من المساجد الأثرية، بما في ذلك جامع الشمعة الذي اختفت معالمه القديمة، بالإضافة إلى مسجد العجمي. ومن بين أبرز معالمه جامع كاتب الولاية الذي اشتهر بالاسم النسبي أحمد بيك، والذي كان مسؤولا عن إرسال الرسائل في العصر العثماني إلى مدن الدولة الإسلامية. لا يزال المسجد يحتفظ بتراثه القديم، وبخاصة مئذنته التي تحمل نقوشا تعود إلى سنة 735 هجري. تم نقش هذه النقوش على بلاطة رخامية في سطرين تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. أمر بعمارة هذه المئذنة مولانا المقر الأشرفي السيفي أفنان العلاني نائب السلطنة العثمانية الشريفة بغزة المحروسة، ابتغاء لوجه الله تعالى، في مستهل ذي الحرام سنة 35 و700. تم بعد ذلك ترميم المسجد وإعادة بنائه بواسطة أحمد بك كاتب الولاية في عهد السلطان العثماني مراد سنة 925 هجريا. حي إشجاعيت. حي إشجاعيت هو أحد أكبر أحياء مدينة غزة، ويقع مباشرة شرقا من وسط المدينة. تم بناء هذا الحي خلال عهد الأيوبيين، وينقسم إلى قسمين: الشجاعية الجنوبية التركمان، وشجاعية الشمالية الجديدة. سمي الجزء الجنوبي بحي التركمان بسبب تواجد العشائر التركمانية التي استقرت هناك خلال فترة حكم السلطان الأيوبي الصالح أيوب في السنوات من 1240 إلى 1249 مترا. أما الجزء الشمالي فكان يعرف باسم الجديدة أو حي الأكراد، نظرا لاستقرار الأكراد في هذا الجزء. وفي تعداد السكان العثماني لعام 1525 مترا كانت نسبة السكان من الأتراك والأكراد تساوي نسبيا، حيث كان هناك 89 أسرة تركمانية و90 أسرة أكراد. تم تسمية الحي بهذا الاسم تيمنا بشجاع الدين عثمان الكردي، الذي استشهد في إحدى المعارك بين الأيوبيين والصليبيين في سنة 1239 مترا، حيث حقق المسلمون النصر في تلك المعركة. ومن بين أبرز المعالم في هذا الحي الكبير هو جامع أحمد بن عثمان، المعروف أيضا بالجامع الكبير، وكذلك حمام السمرة، وهو واحد من أهم المعالم الأثرية العثمانية في فلسطين.
جدير بالذكر أنه خلال هذا العام عثر عمال فلسطينيون في حي إشجاعيت بغزة على العديد من القطع الذهبية من العملات المعدنية القديمة تعود إلى عصر الحكم العثماني أثناء أعمال الحفر شرق المدينة. في ختام هذا الفيديو نستنتج أن حي الإشجاعيت والأحياء الأخرى في مدينة غزة لها أهمية كبيرة في تاريخ المنطقة والعالم. إنها أماكن تروي قصة صمود وتحدي تاريخية قديمة، حيث دافع عنها الجيش العثماني خلال الحروب العالمية وأثرى تاريخ فلسطين بإرثه الثقافي والتاريخي. حي إشجاعيت والأحياء الأخرى خير شاهد على التضحيات والصمود الذين عاشوا فيه خلال العصور، وهم يمثلون نموذجا للصمود والإرادة في وجه التحديات. إنها قصة تؤكد على أهمية الحفاظ على التراث والثقافة، وعلى أهمية التضامن والوحدة في بناء مستقبل أفضل. لذا، نجدد دعوتنا للمحافظة على تراثنا وتاريخنا، ونؤمن بأن مستقبلنا سيكون أكثر إشراقاً عندما نتعلم من دروس الماضي ونستلهم منها القوة والعزيمة لبناء عالم أفضل للأجيال القادمة. إن حي إشجاعيت يبقى معقلاً للذكريات والتاريخ، وجزءاً لا يتجزأ من تراثنا وهويتنا كشعب فلسطيني.